بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. النهاردة بقى جاية لكم بفيديو توفير التوفير ب20 جنيه. نقلي ونحدق ونعمل شم النسيم. يلا نخش على الفيديو ونشوف احنا عملنا ايه. بحبكم في الله. انا جبت بقى ايه؟ مرجان. طبعا المرجان ده والدتي الله يرحمها كانت بتحدقه. كانت في واحدة ست بحارة كانت بتجيبه لها وكنا بنحدقه، بس انا مش عارفة هي دي السمكة ولا لا. بس انا يعني فاكراها ان هي، فهنشوف الطعم بعد ما نحدقه. عندي شوية ملح على شوية شطة وهنحدق ايه. انا اخدت نص كمية الكيلو، جايبة كيلو، حطيت نصه القل ونصه احدقه وهنشوف الطعم مع بعض شكله ايه. خلاص، ركنته كده على جنب. وعندي ايه برضو علبة تانية هحط فيها ايه بقى؟ البسارية. ب20 جنيه كيلو البسارية، ب20 جنيه. خدت نصه هقليه ونصه هحدقه. بشيل الراس وبشيل البطن وبغسله كويس جدا وبصفيه وبحط عليه شوية مية بليمون كمان عشان ايه؟ يبقى نقي كده. وبصوا اللون الفضي بتاعه تحفة. ب20 جنيه هنحدق ونعمل شم النسيم. هضحك عليهم؟ مش هعرف اضحك عليهم، بس هيبقى صنف جنب الصنف اللي احنا هنحدق فيه. ما هو البوري غالي جدا، بقى ب140 جنيه وب150 جنيه. والمتحدق يعني اسعار الفسيخ الله المستعان. فاحنا ايه؟ هنلم دنيتنا بحاجات بسيطة ومش بكتر الحاجة يعني. شوية ملح على شوية شطة. بصوا الجمال، بصوا بصوا العلبة دي. العلبة دي تحفة، يعني هتأكل تأكل تأكل. خلاص، يلا بقى نخش على اللي هنقليه ونشوف هنعمل ايه. عندي حلة كده هحط فيها شوية زيت. وعندي بصلتين، بصل ابيض. انا بحب بصل ابيض جدا في الطبيخ، لكن الاحمر ده بحبه مع السلطة. ناكله كده ناشف كده مع اي اكلة بيبقى حلو. خلاص، اسيب بقى ايه البصلة كده تعيش حياتها. طبعا البصلة بتاعت الرز بتصفر شوية عن تقلية الطبيخ. وعندي بقى ايه الدقه اللي هعملها. عندي فلفل احمر، فلفل اخضر، توم. بعمل بقى كميه لان هحتاج للاكله دي هحتاج دقه كتير، فانا بعمل كميه كويسه. خلاص، بحط ملح كمون كزبره وهفرم الكلام ده كلاته. عايزه تحطي حامي انتي حره، بس انا مش هحط حامي عشان ايه؟ العيال عندي ما بيحبوش الحامي. خلاص، هاخد بقى من الدقه من المعلقه ديت. دقه من المعلقه ديت، لا معلقه من الدقه ديت، معلش. وهحطها على البصلة كده واشوحها كمان معاها. طبعا ريحة التوم بقى وريحة التوابل اللي اتحطت خلت ريحة البصلة تحفة. وايد العين التانية كمان وهحط بتنجانة ايه كده هنعملها سلطة بابا غنوج. بس هعملها لكم بطريقة هتعجبكم قوي. طريقة لذيذة وبتكتر الكمية. عفوا. خلاص كده. وانا رحت فين؟ انا رحت اعمل حاجة وجايه لكم تاني، راجعه لكم تاني. البصلة بقى بتحمر شوية زيادة عن بتاعة التقلية بتاعة الطبيخ. خلاص، عندي الرز بقى هاخده برضو ايه، هقلبه مع البصلة واشوحه كده واخليه ايه، يتغلف. الرزاية تتغلف كلها ايه بالإدام الزيت اللي عندي، او الإدام اللي عندي سمنة زيت اللي انت بتحبيه. خلاص، بصوا منظر الرز، بصوا حاجة كده ايه تحفة التحفة. شوية رز بقى ما اقولكوش. هزود بقى ملح وازود كمون. عايزة تحطي شوية كركم يديك اللون الأصفر بتاعه، ماشي، بس هو كده حلو قوي قوي. البصلة هي هتقوم بالواجب. ادي احنا عملنا الرز وعملنا البتنجان وعملنا الدقة بتاعت السمك والبتنجان، يعني شغالين في كل حاجة ما بنقفش. خلاص، هقلب تقليبة كويسة كده بقى ايه واحط المية بتاعته. هنغطي عليه بقى ونسيبه ايه يغلي. ولما يغلي هقول لكم على اضافة بتخلي الرز ده كهرمان. ماشي. او اكمل بقى ايه على الدقه ديت. هحط قرن فلفل كمان واحط ليمون بقى. طبعا الرز مش هحط له ليمون، فانا بحط الليمون بقى على الدقه ديت عشان البتنجان وعشان السمك وعشان السلطه وعشان كل حاجه. فتوحدوا الله وقولوا لا اله الا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اعنا على الغلاء يا رب اللي احنا فيه.
ربنا يعين كل واحد على حاله، ربنا هو اللي عالم بينا بقى، ويرخيها من عند ربنا سبحانه وتعالى. فاحنا يعني بننقذ ما يمكن انقاذه. خلاص، ادي عندي الدقة جاهزة اهيت. افضيها بقى ايه كده في طبق، واجي احطها جنبي عشان اجهزها لكل حاجة ايه انا محتاجاها ليها. هنفضي الدقة بقى كده. جينا بقى ايه للحاجة اللي انا قلت لكم عليها، ان ايه هنحط اضافة للرز هتخليه تحفة التحفة. بعد ما يتشرب الرز انا عندي كده ايه جزرة مبشورة، هحطها ايه على الرز، ودوقي بقى الرز ده بالجزر تحفة، وكمان هيزيدوا قيمة غذائية. خلاص، البتنجان عندي اتشوت اهيت. ايه هجهزها بقى، هرسها كده واشوف هنحط الاضافات بتاعتها ايه. عندي كوباية زبادي، اقول لكم هتزيد الكمية، هنضاعف الكمية ونحط لها قيمة غذائية وهنظبطها تظبيطة ايه. وعندي كمان طحينة، حطينا كوباية زبادي، معلقتين طحينة وهي سخنة كده، عشان الطحينة ايه تبقى سايحة كده ونقلب الكلام ده كلته مع بعضه. لسه هنحط اضافات. وحطيت معلقة دقة من بتاعة البتنجان اللي احنا عملناها مع بعض. خلاص، حبة زيت وحبة كمون وحبة كزبرة. إيه يعني تظبيطة. بصي اعمليها بقى، وما اقولكيش عليها. الاكله ديت ممكن تعمليها تاكليها بالعيش بس كده لوحديها، تحفه التحفه. وعندي شويه شبت كده خرطهم عليها كمان. يعني طبق متكامل، يعني في كل حاجه، في زبادي، في طحينه، في توابل، في زيت، في ليمون، في كل حاجه، في شبت. كده خلاص الطبق بتاعي جهز. توحدوا الله وقولوا لا اله الا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. خلاص، خلصنا من الاكله اهيت، وخلصنا من الرز، وخلصنا من اللي حدقناه. هنخش على ايه بقى؟ على السمك المقلي. كل وبرقلي. عندي بقى ايه، انا بجيب السمك على قد عدد الافراد اللي هياكلوا. خلاص، انا عندي جايبه 5 سمكات. اه، بس هقلي 3، الاتنين اللي مش موجودين مش هقليهم لما ايه يجوا، عشان ايه يبقى السمك يبقى سخن. خلاص، حدق السمكه كده بقى ايه من جوه ومن بره، عشان تاخد الطعم بتاع ايه الدقه ديت، وتبقى له طعم كده تحفه. اهو بصوا بدعك السمكه كده من بره ومن جوه، والفتحات اللي انا عاملاها في الجنب دي عشان السمكه طبعا كبيره. فانا ايه بدعكها دعكه كويسه كده عشان ايه تشرب من كل الدقه. تمام كده، خليكم معايا راجعه لكم تاني. وادي المرجان، برضو كل واحد سمكه. حلو قوي، كل واحد سمكه. اه، وعندي البسر، برضو الكميه اللي باقيه حطيت عليها شويه دقه اهي. اهي بصوا الجمال. بصوا شويه السمك دول ما اقولكوش بقى، غدا وعشاء وفطار وكل حاجه، وتحديق وشم نسيم. مرجان وبسارية وبولتي، احمدك يا رب. هنيجي بقى ايه للدقيق عشان نبدر السمكه. خلاص، هنحط بقى ملح، نحط كمون، نحط كزبره. الدقه التتبيله اللي احنا حطيناها للسمكه هنحطها في الدقيق عشان يدي طعم كده من ايه، ما يفصلناش من الطعم بتاع الدقه اللي احنا حاطينها. هنحط بقى السمكه ونقلبها كده ايه في الدقيق كويس. طبعا انا كنت بعاني من الدقه اللي في قلب السمكه من جوه، كانت بتقع في الزيت، يعني بتبهدل الزيت خالص، وكل التومه والدقه دي كلها بتقع في الزيت. طب اعمل ايه؟ بقيت ابدرها من جوه كمان. طبقه الدقيق اللي بحطها جوه دي بتمسك مع السمكه بالدقه بتاعتها، ما بتنزليش في الزيت. خلاص، طبعا الزيت ده احنا يعني مش هنحط زيت جديد، لا، عايزين نوفر. هنعمل ايه؟ الزيت بتاع البتنجان وبتاع البطاطس بتاع الطعمية بقى بصفيه واحطه على جنب في طاسة لحد ما ما اكون هقلي سمك واقلي فيه السمك. واحنا عايزين نوفر، ما ازازة الزيت بقت بكام دلوقتي؟ لازم ندبر نفسنا كده ونحاول ندبر الامور عشان
نقلل. عندي بقى هنا شويه الميه دول حاطه فيهم برضو ملح وكمون وكزبره، وهحط فيها السمكه، بحط الدقيق على السمكه وارجع احطها في الميه، وارجع بتعمل غلاف حلو جدا وقرمشه ما اقولكوش عليها. هالي بقى الكميه بتاعتي وانا خلصت الاكل اهوت، واللي كان بره جه وقليت بقيه السمك. وايه، بص الرز، بص الرز البرتقال يعني مدي اللون الاورنج بتاع بتاع الجزر. متنسوش بقى، الله يكون الاشتراك، بحبكم في الله. سلام.